عاجل ورسمي. إدارة نادي إنبي تقدم شكوى رسمية ضد أحمد عيد لاعب الزمالك. مجلس إدارة نادي إنبي تقدم اليوم بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم وإلى لجنة الانضباط بالاتحاد. هذه الشكوى ضد اللاعب أحمد عيد لاعب نادي الزمالك والظهير الأيمن للفريق المنتهي إعارته إلى النادي البترولي، وذلك بداعي أن اللاعب ملك لنادي إنبي وخاض تدريباته مع الزمالك، حيث تؤكد إدارة إنبي أن أحمد عيد ملك للنادي، وذلك استغلالا للبند الخاص بأحقية شراء اللاعب بعد انتهاء الإعارة، وهو الأمر الذي نفاه نادي الزمالك واللاعب، حيث يتم التأكيد على هذا الأمر وأنه لابد أن يكون هناك موافقة للاعب وتوقيع للاعب على عقود جديدة، وهو أمر لم يحدث. بينما تؤكد إدارة إنبي أن هذا من حقهم، وأن شراء اللاعب بيأتي دون الرجوع إليه أو لنادي الزمالك وفقا للبند الموجود في عقد اللاعب. واتهمت إدارة إنبي اللاعب بالانقطاع عن تدريبات النادي دون إذن والنزول لتدريبات فريق آخر وهو على ذمة إنبي، ومن هنا جاءت الشكوى. اللاعب خارج قائمة نادي الزمالك للبطولة العربية، حيث تم استبعاده من قائمة الفريق المتواجدة الآن في الأراضي السعودية. يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه تقارير صحفية صادرة اليوم أن إدارة نادي الزمالك بدأت بالفعل في التجهيز عقود جديدة لأحمد عيد العائد من الإعارة لإنبي، حيث ينتهي تعاقد أحمد عيد مع الزمالك بنهاية الموسم القادم، وترغب إدارة الزمالك في تأمين اللاعب خلال الفترة القادمة. وعلى هذا قررت إدارة الزمالك بحسب هذه التقارير الصحفية تجهيز عقود جديدة للاعب للتوقيع عليها من أجل تأمينه خلال الفترة القادمة، مع اقتراب انتهاء تعاقده ومع الجدل الدائر حوله حتى الآن.